بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. ديزل الأهلي يصعد والمجانين يتجننوا. صعود الأهلي رعب المهابيل. تحكيم أفجر منه مفيش ومش هنشوف على وجه الأرض. شفنا كرة أوروبية، كرة أمريكية، كرة جميع على مستوى العالم، ما شفناش تحكيم بالفجر ده. رابطة أندية ولجنة الحكام واتحاد الكورة أصعب بكتير على الأهلي من الكتاب الإلكترونية، وبالذات اللي هو اسمه حسام طه ده ولا اسمه ايه ده أخطر عقرب يلدغ الأهلي، واتحط في المكان ده مخصوص عمدا مع سبق الإصابة والتراث. طبعا لما الأهلي يفوز الواحد يعني يجي نفسي يتفرج عليهم شوية على القنوات، محبش يتفرج عليهم. أقرب للكوميديا، حلقة أقرب للكوميديا، استهزاء قول است... اه... استهزاء به، اه... نجم. نجم ما هوش نجم، لأن اللي قالوا كده مش ما يعتبرش نجم، لأن النجم بيكون عاقل ورزين. مقدم البرنامج دكتور أبو القوم واللي معاه كل الحلقة سؤال لمحمد صلاح ويضحكوا عليه ويستهزئوا بيه، يعني في صورة استهزاء. يعني ازاي يعني هما بيستغربوا ازاي واحد زي ده بيقول يرد الإجابة دي. هو عامل أهبل ماهوش فاهم، هما بيستهزئوا بيه ويضحكوا عليه. عامل ودن من طين ودن من عجين، وجاي يتكلم على سيده الخطيب. يقول لك الخطيب كان بيطرد منتخب مصر. ارجع لشيت مواد مصر وتونس، دي كانت مصر مغلوبة في، هو تقريبا كان مش عارف كان بيلعب ايه، ما كانش بيلعب، كان لسه عيل باين صغير، والخطيب نزل مصاب ونزل غير المباراة. الخطيب الأجر اللي خده ومعه فاروق جعفر، كان مسك مدير الكورة لمنتخب مصر. لما ما صعدناش رجع الفلوس، رجع المرتب بتاعه. شيطان الفرق من الحلقة مع الكوميدي بحلقة تانية مع النجم الكرة الأهلوية رفعت الفنانين الصغير خالد جد الله.